السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عايزة الفراخ بتاعتك تعمليها تطلع بالشكل والجمال واللون ده. شايفين اللحمة بيضة وزي الفل، لكن اللون بتاعها رهيب مشهي جدا. تتبيلة، شايفين لون التتبيلة يا بنات؟ والله فظيعة، وكلها مكونات في البيت. هتعملي أحلى صينية فراخ مشوية في حياتك، عمرك ما عملتي قبل كده. تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا ندخل على الوصفة. أنا عندي بصلاية وعندي طماطماية وعندي فلفل أخضر وسبع فصوص توم كده متقطعين في الطبق. عندي كوب الا ربع لبن رايب او زبادي. عندي نص كوب تانج عصير برتقال، ايوه ما تستغربيش، عصير تانج عصير تانج اللي هو البرتقال. وعندي معلقه من دبس الرمان. هحط بقى جميع المقادير بتاعتي كلها كده في الخلاط. هضربهم كويس جدا، ضرب مبرح كده زي ما بيقولوا يعني. هضربهم، اهم حاجه الضرب هنا هيبقى كويس يا بنات. تمام. وممكن تحطي ربع كوبايه ميه علشان الخلاط يمشي. طبعا بعد ما ضربتهم كويس حطيت اللي هي عندي البهارات بتاعتي، عندي ملح وفلفل وبهارات فراخ او سبع البهارات، ورشه قرفه ورشه بابريكا. طبعا البهارات لو انت عايزه تزودي فيهم حاجه ممكن تزودي النكهه اللي انت بتحبها في اي تتبيله، مش هتقول لك لا. طبعا بعد ما ضربتهم تاني هوت مع البهارات، وبعد كده هبدا اصفيهم. مهم جدا يا بنات ان احنا نصفيها، بس معلش انا نسيت ان اصور اللي هي المشهد دوت. تمام. بعد ما صفيت، مهم جدا هنصفي التتبيله عشان انا عايزاها تبقى ناعمه جدا. عندي بقى اوراق او فرخه سليمه او متقطعه، وممكن اجنحه برضو، او ممكن صدور لو انت هتعملي الصدور كصينيه. هتنفع التتبيله دي. حطي بقى التتبيله عليهم كده. واهم حاجه بقى ايه؟ طبعا احنا نغزنا اللي هي الوراك او الفرخه لو انت هتعملي فرخه، عشان التتبيله تدخل في جوه الفرخه نفسها جوه اللحمه. سيبيها بقى في التتبيله على قد ما تقدري. سيبيها ساعه ساعتين ثلاثه، لو هتبيتيها كمان وتعمليها من بالليل وتبيتيها تعمليها تاني يوم هتبقى اروع واجمل كمان. صدقوني يا جماعه، التتبيله كل ما بتقعد بتفرق فعلا فعلا في الطعم، الحاجه اللي احنا بنعملها. تيجي بقى للتسوية. التسوية هحطها على فرن على حرارة 200 في الرف الأوسط. هتاخد حوالي ساعة ونص من غير غطا يا بنات، من غير غطا، لا فويل ولا أي حاجة. إيه رأيكم بقى؟ بعد الساعة ونص طلعت في منتهى الجمال زي ما أنتم شايفين. طبعا هي أكيد هتحمر، لكن لو ما حمرتش عندكم الفرن بتاعكم هادي شوية، ممكن تفتحوا الشواية عشان بقى تاخدي الفراخ تبقى بتلمع كده وشكلها ظريف وجميل. بصوا بقى من الصوص كده بالفرشة كده، وابدأي ادهني بها كده الوش. أي طريقة فراخ عندك عايزة تخلي الوش بتاعها بيلمع كده، اعملها بنفس الطريقه دي. خدي من الصوص بتاعها ولمعيها، بتطلع جميله جدا. ايه رايكم؟ حاجه تحفه بجد، من الاخر فاخر من الاخر. تتبيله وطعم وريحه في منتهى الجمال والروعه. تنفع بقى عزوماتك، بجد جميله جدا. جربوها، عمرك ما هتندمي ابدا. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو جديد ان شاء الله، ونشوف الجمال والروعه من جوه زي ما حلوه من بره. شايفين اللحمه جميله ازاي؟ يا رب ينور رضاكم، والسلام عليكم.